يا ترى ايه الهدية اللي لو جبتها الأنثى برج الأسد تخليها تحبك وتعشقك وتتعلق بيك؟ هنكرر تاني في كل الفيديوهات المقولة دي علشان اللي ما شافش الفيديوهات التانية يقدر يستفيد. الهدية بتوصل رسالتين، الرسالة الأولى إنك بتطلع فلوس من جيبك وتشتري حاجة للست تهديها بيها، دي حاجة ست بتقدرها جدا 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 وما تسألنيش ليه. والحاجة التانية والأهم إنك لما بتشتري للست حاجة هي عايزاها أو حاجة هي بتفكر فيها، فده معناه إنك فاهمها، والست تعشق الراجل اللي فاهمها. ايه هي افضل هدية تقدر تخطف بيها قلب الملكة، ملكة الابراج، انثى برج الاسد؟ قبل ما اقول لك على الهدايا هقول لك على مفتاح خطير جدا لو تقدر تستغله، ده لو ميزانيتك كبيرة. بتحلم دايما ان يجي لها هدية عربية في عيد ميلادها. لو عملت اللقطة دي اقدر اقول لك انك مش كسبت قلبها وبس، ده بقت ملكك. طيب ايه الهدايا التانية اللي اقدر اجيبها لو انا ميزانيتي مش كبيرة؟ هي مبدئيا بتحب الحاجات باهظة الثمن، البراندات. حاول ان انت تجيب لها براندات او حاجات غالية في حدود ميزانيتك برضو، بس تكون براند. بص، هي بتحب دايما وهي قاعدة مع اصحابها او اصدقائها او الناس اللي هي موجودة في المحيط بتاعها انها تتفاخر بان الجزمه دي كذا، الشنطه دي من براده، الكوليه ده من كذا، الجاكيت ده اصله كذا. هي بتحب الحته دي، بتحب انها تتأنق جدا، وهي بصراحه بارعه، هي افضل حد ممكن ينزل يعمل شوبينج ممكن تقابله في حياتك. وبتعرف تنتقي الوانها كويس جدا، اطلالتها براقه ولامعه، ملكه فعلا، دي حقيقه. لأن هي أعلى بنات جنسها رقي، مش هتلاقي بنت فيها الرقي اللي موجود في أنثى برج الأسد. حتى وهي بتشتري هدوم أو حتى وهي بتتأنق وبتلبس وبتجهز نفسها عشان تنزل، هي بتراعي إنها تكون في قمة الأناقة. علشان كده ما بينفعش أبدا إنها تلبس حاجات شعبي أو حاجات يعني مش مناسبة ليها، بتركز دايما على الحاجة دي. انت عشان تكسب قلبها وتاخد طريق مختصر في موضوع الهدية، ركز على الخط العريض، وهو انك تجيب براند او تجيب حاجات غالية، بس اكيد طبعا هتلاقي حاجة غالية او براند في حدود ميزانيتك. يعني مش عايز اقول لك حاجات تحديدا، هو الخط العريض براند او باهظ الثمن غالي. لكن طبعا العطور يمشي، الجزم والشنط برضو تمشي. خد بالك ان الحجر المفضل بالنسبة لها اللؤلؤ، وبتحب جدا الذهب. طبعا ده لو ميزانيتك عالية. ميزانيتك مش عالية يبقى هتخليك في الحاجات البراند او الحاجات اللي هي غالية شوية، دي هتبقى مقنعة جدا بالنسبة لها وهترضيها وهتكسب قلبها من اقصر الطرق. في النهاية متنساش تعمل لايك وشير علشان اللي ما شافش الفيديو يستفيد برضو، ولو في اي حاجه اكتبها في الكومنت تحت وانا اجاوبك عليها. وما تنساش طبعا تشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.